السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نشارك معكم وجبات أول يوم رمضان، وجبات كلها صحية. خديت مقلاة درت فيها شوية سمن أودي، شوية شامبينيون، شوية لي زيبينار، وخليتهم حتى طابو. من بعد زدت ليهم البيض وخليتهم حتى طابو مزيان، وها هو سحور صحي مغذي وكيشبع. بالنسبة للفطور بديت بتحلية صحية ولذيذة. خديت 6 تفاحات قشرتهم وحكيتهم، ممكن نحكوهم غير في الحكاكة الغليظة د الفرماج. من بعد درتهم في مقلاة بلا زبدة بلا سكر بلا والو، زدت لهم شوية د القرفة وخليتهم طابو حتى ولاو على هاد الشكل. من بعد خديت لاطة د الفران وفيها بابي كويسون وحطيت هذاك التفاح اللي طيبته، وحاولت انني نسرحو على اللاطة كلها، والصراحة بان ليا 6 تفاحات قلالين. المرة الجاية خصني ندير شي 10 تفاحات باش يجي مزيان. المهم خليت اللاطة ديالي على جنب ومشيت نوجد الجينواز. طحنت شوية د اللوز في ترموميكس، وممكن نستعملو بودرة اللوز الجاهزة، وزدت عليها شوية د النشا. غربلتهم غير باش نحيد هذوك التكتلات ديال اللوز، اما حتى هذوك الفرافيش كنستعملهم. من بعد خديت 6 البيضات، زدت ليهم واحد القريصه د الملح وطربتهم مزيان، وزدت ليهم السكر. استعملت السكر الكامل، ممكن تستعملوا اي نوع من السكر. كنزيدوا سكر على 3 المراحل، وحنا كنطربوا حتى نوصلوا لهذا القوام هذا. من بعد خديت هذاك اللوز ونشا وزدت ليهم شويه ديال القرفه، خلطتهم وحتى هما زدتهم على 3 المراحل، وحنا كنخلطوا حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا ديال الجينواز باللوز. ما فيهاش فرينه وما فيهاش طحين، سون غلوتين. كنصبوا الجينواز ديالنا على خليط تفاح وكنسرحوها مزيان على هذا الشكل، ومن بعد كندخلوها الفران درجه الحراره 180 درجه لمده 12 دقيقه. ملي كنخرجها كنحط عليها ورق الزبده بهذا الشكل وكنقلبها، وكنزول هذاك الورق الاول كنعطيها الخطر لان كيلصق فيها شويه التفاح، وكنروليها حتى هي كنعطيها الخطر لان جينواز اللوز ماشي بحال جينواز ديال الطحين الابيض. كنروليها وكنخليها تبرد شويه، ومن بعد كنقطعها ويا سلام جات رائعه. واخا ما مسقيه ما والو، حيت صراحه ما بغيتش نسقيها بالسيرو فيه سكر ونزيد السكاكر، خليتها بحال هكا صحيه. جات من داك الشيء رفيع، ضروري تجربوها. غير كيف ما قلت لكم نزيدوا شويه الكميه ديال التفاح. من بعد صوبت الكيش اللي سبق لي حضرت معكم بدون عجينه بدون طحين بدون كريمه حيوانيه، كله خضار. عمرته بشويه د الكفته مع البصله، وهاد المره زدت ليه السبانخ. راني سبق ليا شاركته معكم، حتى بديل الكريمه سبق ليا شاركتها معكم. وملي كنقولوا رمضان كنقولوا الحريره مقيومه. زدت ليها السمن بالزعفران الحور اللي سبق ليا شاركت معكم، تبارك الله دغيا وجد. واهم حاجه عندي في مائده الافطار في شهر رمضان هي السلطه. كنزيد عليها الخضر المخمره والبذور المستنبته والخضر والفواكه المتوفره عندي في الدار. وهادو هما وجباتي الاول يوم رمضان، بدون عجائن بدون مقليات بدون سكريات كثيره، والحمد لله كلينا وشبعنا وبقينا خفاف. ما تنسوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا تغدى.